السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ معاكم قناة عالم هنا. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الممبار، احلى اكلة. طعمها بيبقى لذيذ جدا، خصوصا لو انت عاملاها بايديكي في البيت. ضامنة نظافتها وجودتها وطعمها اللذيذ. طريقة سهلة خالص، ان شاء الله هنعملها مع بعض، وهنعرف مع بعض كمان ازاي ننضفه وازاي نحشيه بطريقة سهلة جدا. هسيب لكم فيديو التنظيف في صندوق الوصف وفوق في علامة الاي. من فضلكم اللي ما اشتركش في القناة يشترك فضلا وليس امرا، وما تنسوش تعملوا لايك وشير اذا عجبكم الفيديو. يلا بينا نشوف الطريقة ونشوف المقادير، وان شاء الله الفيديو يعجبكم وتستمتعوا بالمشاهدة. ده كيلو ممبار. انا جايباه وقلبته بحيث ان يبقى على الناحية اللي جوه، وحطيته في شوية مية وعليهم نص كوباية خل ومعلقتين كبار من بيكربونات الصوديوم. هنلاقيهم بيفوروا، هنسيبهم نص ساعة، وهنجيب سكينة ونجرد عشان نشيل المادة اللزجة اللي بتبقى موجودة. وبعد كده نشطفه ونحطه في دقيق ومعاه ملح خشن. انا دلوقتي حطاه في الدقيق والملح الخشن وبدعكه كويس جدا من غير اي سوائل طبعا، عشان هيشيل اي مواد متبقية بعد ما عملنا بالسكينة. بعد كده هننقعه في مية وخل ربع ساعة ونشطفه كويس جدا. هيبقى معانا تحفة وما فيهوش اي روايح ولا اي حاجة، زي ما انتوا شايفين كده هيبقى زي القشطة ان شاء الله. هنخلص الكمية كلها اللي احنا بندعكها دلوقتي بالدقيق والملح الخشن لحد ما نخلصها وناخدها زي ما قلنا. هنشطفها كويس جدا كذا مرة اهو زي ما انتم شايفين، ونحطها طبعا في مصفى عشان يصفي ميتها. ننزل عليها بشوية مية ومعاهم خل طبعا ونشطفهم كويس جدا. نرجع تاني هنقلبهم بقى ونرجعهم تاني. في ناس بتحشي زي ما هو كده، يعني على الناحية بيبقى الدهن لجوه. بيقولوا انه بيبقى طعمه حلو، بس انا بصراحة علشان الجزء اللي جوه دوت بيبقى فيه الحاجات اللي بتبقى اساسا مش كويسة، فبخليها بره عشان لما اسلقه يبقى ضامنة ان هو نظيف يعني. فانا برجعه تاني وبقلبه تاني زي ما كان، بحيث ان الناحية اللي كانت جوه ترجع تاني جوه زي ما هي، وادعكه بايديا زي ما انتوا شايفين كويس جدا كده لحد ما اخلص الكمية كلها. انا هسيب لكم زي ما قلت لكم، انا عامله فيديو عن طريقه التنظيف من الاول للاخر يعني. ان شاء الله هسيبه لكم في صندوق الوصف تشوفوه، وهسيبه لكم ان شاء الله في علامه الاي فوق مع الفيديوهات. عايزه اقول لكم ان طبق الممبار ده من الاطباق المصريه المشهوره، وهو عبارة عن أمعاء الحيوان زي الخروف والماعز والأبقار، وبنحشيها بخليط من الرز والخضار. وهو طبق غني بالسعرات الحرارية، لأن لو احنا تناولنا 300 جرام منه هيدينا حوالي 500 سعر حراري. يعني معناها ان الطبق دوت سعراته الحرارية عالية. فالمفروض بننصح الناس اللي عندها مرض السكري، او الاشخاص اللي هم بيعانوا من زيادة معدل الكوليسترول في الدم، او الاشخاص اللي هم بيقوموا بعمل حمية غذائية قاسية عشان خسارة الوزن، يتجنبوا جميعا تناول الممبار بكثرة لما يحتويه من كمية مرتفعة من الدهون الحيوانية. وطبعا أكلة الممبار دي مقترنة بقى بالفشة وبالكرشة والحاجات دي. وطبعا في المطاعم بيسموا الطبق دوت بفواكه اللحمة. ان شاء الله هنبقى نعمل فيديو عن عن الكرشة ان شاء الله قريبا ان شاء الله. احنا كده خلصنا وقلبناهم كلهم على الناحية التانية، وحطينا دقيق تاني عشان ننضف من من الناحية اللي هي كانت اللي هي الأصلية اللي هي كانت بره يعني احنا الأول قلبناه
وخلينا الداخلي بقى خارجي، وحطينا عليه دقيق وملح ونضفناه كويس جدا، ورجعنا قلبناهم ورجعناهم زي ما هم زي ما كانوا في الاول، وهنحطينا دقيق تاني وملح، وهننضفهم بقى من بره تاني كويس جدا عشان نضمن النظافه من جوه ومن بره. وبعدين شطفناهم كويس جدا تحت الحنفيه وحطيناهم في المصفى زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله بقى شكلهم ناصع البياض ازاي ونضيف جدا كده. انت ضامنه النظافه. اظن ان بره في المحلات مش ممكن يعملوا زي ما احنا بنعمل في البيت كده. ونسيبهم طبعا يتصفوا كويس جدا علشان نبتدي بقى ايه نجهز خلطتنا ونحشي. ده معانا شبت وبقدونس وكزبره، حزمه من كل حاجه، والتوابل بتاعتنا، وده بصلتين كبار مفرومين ناعم يعني، والتوابل اللي احنا قلنا عليها، ودي الطماطم الصلصه انا عاملاها يعني ده كيلو طماطم انا عاملاه عصراه وحطيته على النار لحد ما تسبك شويه من غير اي مواد دهنيه عشان بس نطير الميه اللي فيه. وبعدين دول قرنين فلفل او 3 من الحامي، طبعا بيديله طعم جميل جدا. والممبار ما يتاكلش من غير ما يبقى مشطشط، طبعا انتوا اكيد عارفين الموضوع دوت. طبعا لو عندك اطفال ممكن تاخدي جزء على جنب كده وتعملي لهم من غير الشطه ومن غير الفلفل. وهنحط نص كوبايه زيت، لان احنا الممبار بيتعمل بطريقه الني في ني، بيبقى احسن من المتسبكه يعني. وبعدين معلقتين 3 صلصه عشان يبقى اللون احمر وجميل. وحطينا رز كيلو رز، يعني كيلو الممبار هياخد كيلو رز، ونقلبهم كويس جدا مع بعض زي ما انتم شايفين لحد ما ما كلهم يختلطوا. بالنسبه للتوابل اللي انا حطيتها ملح وفلفل وكزبره وكمون والسبع بهارات ورشه من السكر ورشه من القرفه ورشه من الشطه. نقلبهم كويس جدا مع بعض زي ما انتم شايفين. لقينا الخضره كمان لسه شكلها مش باين في الخلطه، فهنبتدي نزود لحد ما نلاقي الشكل ايه مقبول يعني، ولون الخضره باين في الخلطه بتاعتنا. نقلب كويس جدا. نبتدي بقى ايه هنجهز حاجتنا عشان نبتدي ايه نحشي. طبعا زي ما انتم شايفين دي كمان توم يدي طعم حلو جدا برضو وريحه كويسه. انا بحط التوم دوت في كل انواع المحاشي، يعني كل انواع الخلطات بتاعه المحشي بحط فيها التوم، بيخلي الخلطه جميله جدا. هنبتدي بقى نجيب الممبار اللي احنا غسلناه ونضفناه وهنقطعه بحيث ان كلهم يبقوا قد بعض. يعني ممكن تبقى ايه الواحده مثلا 20 سنتي، طولها 20 سنتي، يعني ممكن شبرين كده من الايد كده، او شبر حسب ما انت عايزه. لو عايزاه صغير بيبقى شبر كويس جدا، شبر يبقى قد الايد كده او قد شبرين من الايد لانه بيكش طبعا. المهم ان هو يبقوا قد بعضيهم عشان يستووا كويس جدا، مفيش واحده تاخد وقت سوا عن التانية فتفرقع. انت لو عملتي كبير وصغير ممكن ايه الصغير هيستوي بسرعه عن الكبير فيتبص تلاقيه فرقع، فلازم كلهم يبقوا قد بعض. هنبتدي بقى نشوف هنحشي ازاي. بنجيب الممباره ونمسكها بايدينا كده بصباعين ايدينا الشمال، ونبتدي نحشي بايدينا اليمين، ونفرد كده ونوزع الرز زي ما انتم شايفين. ما نملاش الرز خالص عشان ما يفرقعش مننا واحنا يعني بنسويه، لانك انت لو مليتيه كويس جامد اول ما هتحطيه في الحله هتبص تلاقيه هيفرقع منك. وطبعا نمسح الرز منه كويس زي ما انتم شايفين. بمسك الممباره من فوق بصباعيني وبحشي بالايد التانية، وابتدي اوزع الرز كويس جدا وابططه زي ما انتم شايفين كده. بنمسح ونفضي الطرفين علشان اول ما نحطهم في الحله الطرفين دول يقفلوا ما يطلعش منهم رز في الحله ويعجن. هنحشي واحده كمان زي ما انتم شايفين، نمسكها بصباعيننا كده والرز في ايدينا ونحشي بسرعه، طريقه سهله جدا متاخدش مننا وقت. طبعا لو في حته مقطوعه كده نشيلها طبعا ونقطعها. نبتدي نوزع الرز ونبططه. لازم نضغط ونوزع وننضفه من بره عشان ما فيش رز ايه يتعجن في الحله. وزي ما انتم شايفين ما بياخدش وقت مننا. هنخلص بقى كل الكميه بتاعتنا لان زي ما انتم شايفين الطريقه سهله، واهم حاجه ان انت توزعيه كويس كده وما يبقاش مكتوم وما يبقاش مليان على الاخر عشان نديله فرصه ان هو يستوي
ويكبر براحته وما يفرقعش. والميه لازم تكون طبعا بتغلي كويس قوي عشان يفضل ايه معانا على طول. وميشربش اي يعني ما اقصد يعني يقفل معانا على طول وما يتسربش منه اي رز في الحله. انا حشيت واحده كمان اهو عشان تشوفوا برضو تتاكدوا وتتعلموا الطريقه. خلص كل الكميه بالطريقه دي. زي ما انتم شايفين سهل جدا الحشو، ما فيهوش اي حاجه. طبعا لو انتوا بتحشوا اللي هي الامعاء بتاعه الخروف بتبقى رفيعه جدا، مش هتنفع الطريقه دي. ممكن تجيبوا قمع وتحشوا عن طريق القمع. دخلوا القمع في اي من اي طرف وتحشوا بالقمع. يبقى دي طريقه حشو المصارين بتاعه او الامعاء بتاعه الخروف والماعز. زي ما انتم شايفين خلصنا الكميه كلها ما شاء الله. الكيلو ادانا كميه قد ايه، بسم الله ما شاء الله. طبعا لو انتوا هتشتروا الكميه دي من بره هتدفعوا مبلغ وقدره، لان على ما اعتقد الكيلو بره تقريبا 60 جنيه 70 جنيه، وممكن يكون اغلى لان انا بقالي كتير جدا ما اعرفش الاسعار ايه. زي ما انتم شايفين الميه بتغلي على النار، ونحط فيها البصل والطماطم والجزر والملح والفلفل والكمون التوابل بتاعتنا، ورق لورا، ونحطه في الميه يقفل على طول واحده ورا واحده لحد زي ما انتم شايفين كده قفلت اهي من الطرفين. واول ما تغلي هنوطي عليها النار ونسيبها لحد ما تستوي، تقريبا هتاخد لها ساعه. طبعا البوكيه الجرنيه اللي احنا حاطينه ده بيديها لون وطعم جميل جدا. بعد الساعه بنطلعها ونشوفها استوت، نلاقيها طريه ولينه معانا كده، نختبر السوا يعني. وادي الكميه كلها بعد ما اتسلقت ما شاء الله جميله جدا وريحتها تحفه والله. لسه ما قليناهاش وطعمها جميل جدا. هنبتدي بقى نجيب طاسه على الزيت، طاسه على النار، ونحط فيها ايه كميه من الزيت. ولو انت عندك دهن او ليا ممكن تحطي مع الزيت قطعه دهن او قطعه ليا، بيدي برضو طعم جميل جدا. ونبتدي نقلي بقى. زي ما انتم شايفين ما شاء الله اللون جميل جدا، وانا بقى شم الريحه تحفه تحفه تحفه. ان شاء الله تجربوه بالطريقه دي وان شاء الله هيعجبكم. ما تشتروش من بره ابدا، لان زي ما انتم شايفين احنا ضامنين النظافه وطبعا الطعم احلى، وضامنين الحشوه بتاعتنا كمان. زي ما انتم شايفين كميه ممتازه تكفي اسره كامله ما شاء الله. من فضلكم اذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا شير ولايك، واللي ما اشتركش في القناه يشترك القناه عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته في فيديو اخر.